السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الحلقه السابعه من كورس اعلانات جوجل من البدايه لحد الاحتراف خطوه بخطوه. النهارده عايز اقول لك ان هي تعتبر من اهم الحلقات في الكورس كله، او اذا ما كانتش الاهم يعني، لان الحلقه دي هتعرفك ازاي تخطط للكامبين او الحمله بتاعتك من قبل ما تبدا اصلا. هتبقى عارف تقريبا تكلفه النقر هتبقى ليك عامله كام، هتبقى عارف البادجت اللي انت هتدفعها في اليوم هتبقى عامله كام، وهتبقى عارف بيجيلك كل يوم كام كليكايه. كل ده هعرفه لك النهارده ازاي تبقى عارفه من قبل حتى ما تبدا الكامبين بتاعتك، لان ده هيبقى المؤشر بتاعك اصلا الكامبين بتاعتك ماشيه صح ولا ماشيه غلط. هل هتحتاج اوبتمايزيشن في المستقبل ولا هي كده تمام ونسيبها ماشيه زي ما هي؟ الحلقه هتبقى دسمه شويه، بس بالله عليك ركز فيها من اولها لاخرها كلمه بكلمه، لان الحلقه دي هتفرق معاك في اي كامبين هتعملها على جوجل، وانا متاكد بنسبه كبيره جدا مش هتلاقي المعلومات اللي هقولها لك دي في اي حته. فبالله عليك ركز معايا في محاضره النهارده من اولها لاخرها، انك باذن الله ان شاء الله هتستفاد منها جدا. يلا من غير كلام كتير وانتوا نبدا. انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان نبدا الفيديو. وقبل ما نبدا عايز اقول لك، لو انت مستعد تبدا تصرف على الاعلانات المموله علشان تكبر البيزنس بتاعك وتزود مبيعاتك، زي نتائج العملاء اللي انت شايفها قدامك دي اللي كلهم مبيعاتهم بقت في حته تانية خالص ما شاء الله، وقدرنا ننجح معاهم كلهم رغم ان مجالاتهم مختلفه عن بعض. فلو عايزنا نكون مسؤولين عن الاعلانات المموله الخاصه بيك علشان نزود مبيعاتك ونكبر مع بعض، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحه الفيسبوك اللي اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف، تقدر تخش تكلمني في اي وقت. بص يا سيدي، الحلقه الاهم والاكثر معلوماتا في الكورس كله، واللي لازم تركز فيها من اولها لاخرها لانك هتستفاد منها جدا. احنا واقفين في اخر حته كنا واقفين منها الفيديو اللي فات، لان انا كملت صراحه التصوير على طول، يعني دخلت في الفيديو ده بعد ما خلصت المحاضره اللي فاتت، فواقفين على نفس البيج هي بتاعه الكامبين. احنا ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد كده المبدئيات في حته البلاننج. انا لو تفتكر في الحلقات اللي فاتت كنت بقول لك ان اي حاجه ليها علاقه بجوجل ادز لازم تعدي باربع مراحل: البلاننج او التخطيط اللي هي هنتكلم عليها النهارده ودي اهم حاجه، وبعد كده الامبلمنتيشن او الدوس على الزراير وده اي حد بيعرف يعمله، وبعد كده الاوبتمايزيشن ودي هتبقى برضو حلقه مهمه جدا لان مش اي حد هيعرف يعملها، واخر حاجه هي ريبورتنج، انك تطلع بقى تقارير بالشغل اللي انت عملته. فاحنا النهارده هنتكلم عن الخطوه رقم واحد في الحاجات دي، وهي مرحله التخطيط. هتدفع كام وقصادها هتاخد كام كليكايه، الكيوردز اللي هتدخلها، عايز ارخص عن السعر اللي هو فرضه عليا، طيب عايز اعلي السعر شويه هجيب كام كيورد زياده، طيب اصلا المزاد اللي انا هخشه هم جوه شغالين على كام. كل التفاصيل اللي هنتكلم عنها النهارده. انا هخليك تبقى عارف انت هتحتاج تدفع قد ايه قبل ما تخش، وهتاخد كام كليكايه علشان تبقى عارف الكامبين بتاعتك تبقى ماشيه ازاي، مش ماشي كده على الله يعني. تمام؟ مش زي فيسبوك، هنا الدنيا ماشيه بطريقه احترافيه جدا. تمام؟ فاحنا دلوقتي هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. كامبين السيرش او البحث بتعتمد على حاجه اسمها الكيوردز. الكيوردز دي كلمات كده، زي ما احنا كنا مثلا داخلين هنا كده وبنسيرش على حاجه اسمها شقق في العاصمه الاداريه. انا دلوقتي دي تعتبر كيورد، انا سيرشيت على كلمه معينه، فلما سيرشيت عليها بدا يطلع لي النتائج دي. تمام؟ دي اللي احنا بقى عايزين نبدأ نتكلم عليها النهاردة. الكيوردز زي اللي انا كتبتها دلوقتي حسب كل مجال انت شغال فيه، ازاي بتبدأ تختارها وبتختارها على اساس ايه، وكل كلمة فيهم سعرها كام. يعني انا لو ضغطت على الراجل ده دلوقتي علشان هو ظهر لي لان انا كتبت الكلمة دي، هو هيدفع كام؟ طب هل هو عارف انه كان هيدفع المبلغ ده من قبل ما يعمل اعلانه؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة بإذن الله ان شاء الله. تمام؟ فخلينا كده نخش بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع كده، هتلاقي من بره هنا كده حاجة اسمها الادوات، ومن جوه الادوات هتلاقي حاجه اسمها التخطيط اللي انا كنت بقول لك احنا النهارده هنخش في البلاننج. ومن جواها هتلاقي حاجه اسمها اداه تخطيط الكلمات الرئيسيه، او بيسموا الاداه دي كيورد بلانر. تمام؟ ونخش هنا على اكتشاف كلمات رئيسيه جديده. طيب الحاجات اللي انا دخلتك فيها دلوقتي هنعمل فيها ايه بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تفكر وانت قاعد معايا كده، لو انت عندك براند خاص بيك، او لو انت ميديا باير، عايزك تتخيل ان انت عندك براند او في عميل جاي لك وهتشتغله. تمام؟ كل واحد بقى هيجي في دماغه حاجه معينه. انا وليكن مثلا هفترض معاكم النهارده ان انا جاي لي انا كميديا باير، جاي لي حد شغال مثلا في الملابس الحريمي ومثلا بيبيع فساتين. فانا عايز الراجل ده لما حد يسيرش على فساتين الويب سايت بتاعه يطلع رقم واحد. تمام؟ فانا هبدا اتخيل البنت اللي هتخش تسيرش على فستان هتكتب كلمه ايه. في كلمات كتير جدا ممكن يسيرشوا بيها، هاخد مثلا كلمه بسيطه زي اول حاجه احنا قلناها كلمه فستان، وابدا هاجي هنا في المكان ده كده وابدا اكتب كلمه فستان. انا بفكر معاكم وبوريكم الموضوع بيتعمل ازاي بالتفصيل واحده واحده اهو. هبدا اكتب فستان.
كده، وبعد كده اضغط على انتر. تمام. ممكن تكتب ايه 3 4 كلمات هتشيل معاك لحد 10 كلمات. اكتب الكلمه وانتر، الكلمه وانتر. تمام. انا بالنسبه لي كتبت كلمه واحده كفايه، وهبدا اكتب على كلمه، اضغط على زرار تحقيق النتائج المرجوه، وهبدا اشوف هو هيجيب لي ايه. نقفل دي كده. لقيته جاب لي ايه 2000 كلمه. يعني اقترح عليا، انا كتبت له كلمه واحده، فهو اقترح عليا ان الناس اللي ليهم علاقه بالفساتين كمان، العملاء يعني او الزباين، بيسيرشوا بالكلمات اللي جابها لي دي: فستان سهره، فستان بنات، فساتين العيد، فساتين سهره فخمه. بص كلمات كتير جدا. تمام. كلهم مقترحين عليا. طب انا عايز بقى الكلمات دي ابدا يعني افنطها كده، واخد منها الكلمات اللي انا عايزها. علشان ابدا افنطها، فهاجي هنا واضغط على الزرار ده علشان اداونلود الكلمات اللي قدامي دي في شيت اكسل. تمام. واضغط على دوت سي اس في عشان ينزل لي كشيت اكسل. فهتلاقي الشيت نزل لك بالشكل ده، وهتلاقيه ظاهر قدامك كده، كل واحد فيكم بقى وحسب الكلمات اللي هو كتبها. تمام. طيب بص هنا الكلمات، انا يعني لما كنا واقفين هنا كده، هو كان كاتب لي تقريبا هنا، هو جايب لي 2000 فكره او 2000 كلمه. انا اصلا بحتاج كلمات مفتاحيه في الاعلان بتاعي اللي انا هعمل له علاقه بالسيرش من 5 ل 20 كلمه. ده معناه ان هو جايب لي اكتر بكتير جدا من اللي انا محتاجه. ودول الكلمات اللي هم ال 2000 دول الموجودين عندي في الشيت هنا. طب انا عايز اختار من دول 20 كلمه يكونوا بالنسبه لي مناسبين جدا. لان خد بالك انت كل ما تزود عدد الكلمات، كل ما المبلغ اللي انت هتدفعه يزيد، وهنفهم مع بعض دلوقتي بالتفصيل. تمام. واول حاجه لازم تركز فيها وانت بتختار الكلمات بتاعتك هي حاجه اسمها الريليفنسي. الريليفنسي هو ارتباط او علاقه الكلمات اللي انت هتختارها بالويب سايت بتاعك. يعني لما العميل يكتب كلمه من دول ويلاقي الويب سايت بتاعك ويقوم ضاغط عليه، لازم لما يخش على الويب سايت بتاعك يلاقي نفس الحاجه اللي هو كان بيسيرش عليها. لان لو لقى اي حاجه مختلفه تانية، الاعلان بتاعك هياخد بلوك. تمام. ولو ما خدش بلوك مش هتظهر في نتائج البحث الاولى، لان مفيش ريليفنسي. تمام. تاني حاجة وهي السيرش فوليوم. تاني حاجة لازم تركز عليها وانت بتختار الكلمات اللي هم من خمس كلمات 20 كلمة اللي انا قلت لك عليهم. من ال 2000 كلمة هو منزلهم لي السيرش فوليوم، عدد الناس اللي بتسيرش على الكلمة دي كل شهر. انا اكيد محتاج الناس كتير تبقى بتسيرش عليها، مش عايز عدد قليل. تمام. فعلشان نبدأ اوضح لك دول بقى بالتفصيل، هنجيب منين عدد الناس اللي بتسيرش عشان ابقى عارفهم. خلينا بس نمسح شوية حاجات من قدامنا هنا انا مش محتاجهم، عشان الاكسل اللي عندنا يبقى شكله نضيف وواضح كده. نمسح كل ده برضو انا مش محتاجه. تمام. كل ده كده واعمل ديليت. انا ماشي معاك الموضوع خطوه بخطوه، ازاي بنضف الشيت وازاي اخليه شكله حلو وواضح عشان عينيا تبقى مستريحه وانا بقرا. تمام. والكرنسي دي نمسحها، دي اللي هي العمله، انا الحساب بتاعي بالدولار فمسحتها برضو انا مش محتاجها. عندك حاجه هنا اسمها التغير على مدار 3 اشهر والتغير بالعام السابق. انا مش عايزها، بس سايبها عشان بس انا اوريلك دي معناها ايه. هو بيقول لك مثلا ان كلمه فستان دي بيسيرش عليها كل شهر 50,000 شخص. تمام. بيقول لك ان هو لما قارن عدد الناس اللي بتسيرش اللي هم ال 50,000 دول مقارنة بالثلاث شهور اللي فاتوا، أو مقارنة بالسنة اللي فاتت، فما اتغيروش، كانوا برضو هم تقريبا 50,000. تمام. هتلاقي لما تنزل هنا كده مثلا كلمة فستان العيد، هو بيقول لك ان مقارنة بالثلاث شهور اللي فاتوا، لان احنا كنا عيد، الفترة اللي فاتت كانت عيد، فهو بيقول لك مقارنة بالثلاث شهور لا ده زاد 900%. تمام. طب مقارنة بالسنة اللي فاتت بقى لا ما زادش حاجة. المهم حتة التغير على مدار ال3 اشهر او العام السابق دول كلهم ليهم علاقة بالاس اي او، مش في مجال اصلا جوجل ادز. تمام. فهنمسحهم، انا بس كنت عايز افهمك هما ايه معناهم ايه يعني. بس وتضغط على كل خانة من دول كده مرتين عشان تبدأ تفتح لك، تبقى واسعة قدام عينك كده، فتبقى عينك مستريحة بالشكل ده. تمام. احنا قلنا ان دول 2000 كلمة قدامنا، ده معناه ان ده عدد كبير جدا. احنا قلنا بنختار الكلمات على حسب حاجتين: حاجة اسمها ريليفنسي يعني علاقة الكلمة بالويب سايت بتاعي، تاني حاجة وهي السيرش فوليوم، لازم الكلمة يبقى لها سيرش فوليوم عالي. في حتة كده تالتة انت يعني بالبديهيات لازم تاخد بالك منها: لازم كل الكلمات اللي انت تختارها اللي يبقى ليهم علاقه ببعض. ما ينفعش تجيب كلمه من الشرق يعني بنطلون وفستان في نفس القلم، ما ينفعش. لازم يبقوا كل الكلمات ليهم علاقه ببعض، ما تبعدش الكلمات عن بعضها. تمام كده. فانا دلوقتي اول حاجه هنشوفها السيرش فوليوم، كميه الناس اللي بتسيرش على الكلمه دي كل شهر، عشان عايزين نختار اكبر كلمات عليها بحث. فهنيجي هنا على الخانه دي نضغط عليها كده، ونيجي من الجنب من هنا كده هتلاقي في حاجه اسمها سورت فلتر. نقول له ان احنا عايزين نرتبهم من الكبير للصغير، سورت لارجست سمولست، ونقول له سورت. تمام. رتبهم لك اهو، الكبير فوق خالص، وبعد كده هيبدا ايه يصغر. لما تنزل تحت كده شويه حلوين هتلاقيهم بدا يصغروا اهو، خمسينات وخمسات وحاجات كده يعني. تمام. طيب احنا عندنا مبدا في موضوع السيرش فوليوم ده،
ايه المبدأ بتاعنا؟ لان هتلاقي كمية السيرش فوليوم مش ثابتة في كل المجالات. يعني مثلا لو ببيع عقارات مش هتلاقي كلمة مثلا وليكن عقار او شقق في العاصمة الإدارية بيسيرش عليها 50,000 واحد في الشهر، لا. ده عشان فستان فهتلاقي كمية السيرش عليها عالي. كل ما هتخش في مناطق في حاجة في منتجات أغلى كل ما تلاقي السيرش عليها أقل. طب أنا أختار أنهي كلمات من دول؟ بص يا سيدي، لو انت عندك السيرش هنا مثلا مليون فيما فوق مليون اتنين تلاتة، فده معناه ان اي كلمة اقل من المليون امسحها. طبعا زي عندنا هنا 50,000، فدي بالالوفات، فده معناه ان اي كلمة عليها سيرش اقل من 1000 امسحها. طب ميات 150 و200 و300 و400 دي كمية السيرش. هتقولي زي هو في كلمات صغيرة كده؟ يا سيدي اعتبر ان انت بتسيرش على حد عايز يشتري طيارة، ما يعني هتلاقي في 50,000 واحد عايز يشتري طيارة؟ لا، هتلاقي كل ما المنتج بيغلى كمية السيرش عليها اقل. فانت لو عندك كمية السيرش بالميات في اي كلمة عليها سيرش فوليوم اقل من 100 امسحها. طب بالعشرات يبقى اي كلمة عليها سيرش فوليوم اقل من 10 امسحها. يعني حتى لو احنا نزلنا عندنا هنا كده هتلاقي ان في كلمات فيها 50، فده طبعا مش هستخدمه، لان انا عندي فوق هنا ايه 50,000، فانا اي كلمة عليها سيرش فوليوم اقل من 1000 همسحها. ولو جينا طبقنا الحتة بتاعت السيرش فوليوم دي على الكلمات اللي عندنا، فاحنا هنبدأ ننزل هنا لحد ما نشوف اول كلمة اقل من الالف. انت هتلاقي هنا 5000 اهو، واللي تحت ده كله ايه 500، فده معناه ان الكلمات دي كلها ايه اقل من الالف. فانت هتبدأ تنزل كده على كله وتمسح كل الكلمات اللي تحت دي. انا عايز بس ابقى اعرف طريقة اللي هو ازاي بتجيبها لحد تحت، لحد يعرف يكتب لنا في الكومنتات ازاي انزل على طول، يعني بدل ما افضل نازل بالماوس كده. المهم ايه، بتجيبهم كلهم وتضغط على ديليت، فيبقى انت فاضل لك ايه كل الكلمات اللي السيرش فوليوم بتاعها ناس بتسيرش عليها في الشهر اكتر من 1000 مرة، تمام؟ اللي هو عاملين تقريبا 132 كلمة. دي الكلمات اللي فاضله عندنا، قول 130 كلمه تقريبا. من ال 130 كلمه دول انا عايز بقى اختار تقريبا ال 20 كلمه، افضل 20 كلمه دول هيبقوا مكملين معايا. انا اول حاجه قلت ان الفستان بتاعي يعتبر فستان خروج مثلا، ده اللي انا ببيعه مش سواريه. فانت هتبدا تيجي هنا عندك هنا فستان سواريه الاثنين دول، فانا هبدا هنا امسحهم. ولو تاخد بالك بس من حاجه هنا اللي انا عارف انها هتسال عليها، التوب اوف بيج بيت ده، ان اللي هو اللو رينج والهاي رينج، ده اقل سعر للكلمه وده اعلى سعر للكلمه. يعني لما كان في شخص حاطط الكلمه دي بتاعت فستان في الاعلان بتاعه، ولما في بنت دخلت عملت سيرش والاعلان بتاعه ظهر لها والبنت ضغطت على الويب سايت بتاعه، فاقل مره اتكلفت فيها هو يعني اتكلف 4 قروش، تمام؟ واعلى مره اتكلف فيها اتكلف 40 قرش، او يعني 40 سنت لان الحساب ده بالدولار، تمام كده؟ فده اعلى سعر وده اقل سعر. وخلينا نمسح دي لان احنا مش محتاجينها، نسيت امسحها. فانت بس بيبقى قدامك الثلاث خانات دول، المونثلي سيرش واقل سعر واعلى سعر، تمام كده؟ المهم خلينا نرجع لمرجوعنا هنا تاني. فكلمة فساتين سواريه وهنا فستان سواريه، فالكلمتين دول مختلفين عن بعض، فانت هتلاقي هنا كل كلمة ليها سعر مختلف شوية عن التاني يعني. فاحنا مهم عايزين الكلمات اللي مالهمش علاقة بالمنتج اللي احنا بنبيعه نبدأ نعلم عليهم كده ونمسحهم، تمام؟ علشان نظبط حتة الايه الريليفنسي، ان الكلمات تبقى ليهم علاقة ببعض وليهم علاقة بالمنتج اللي انا ببيعه، تمام؟ هتبدأ انت بقى مع نفسك واحدة واحدة تعدي على الكلمات اللي عندك كلها. هتقولي عليهم كلهم؟ اه، هم كلهم مثلا اللي عندي هنا ايه 130 كلمة. فانت لازم تعدي عليهم كلهم وتبدأ تمسح الكلمات اللي انت مش محتاجها. فعلشان الوقت مثلا هنفترض ايه ان انا كل اللي تحت ده مثلا ايه انا علمت عليه وشفته ولقيت نفسي مش عايز، وليكن بس هنفترض علشان ايه وقت الفيديو يعني اعلم عليهم كده وامسحهم. انت طبعا مش تعمل زيك، انت لازم تعدي عليهم كلهم واحدة واحدة. تمام كده، احنا كده جهزنا لحد دلوقتي الكلمات، بس لسه ما دخلناش في مرحله البلان. يعني لسه ما عرفناش هيدفع كام في اليوم، هيجي لنا كام كليكايه. كل التفاصيل دي هنبدا نشتغل فيها دلوقتي. فاول حاجه هنا هتبدا تكتب حاجه اسمها افريج سي بي سي. انا عايز اعرف تقريبا متوسط ثمن الكليكايه في الكلمات دي في كل كلمه فيهم عامل كام، تمام؟ فهبدا اكتب كده بالانجلش افريج سي بي سي، او افريج متوسط، يعني كوست بير كليك، السعر للكليكايه الواحده. طب عشان انا دلوقتي عندي اقل سعر للكليكايه كان 4 قروش، واعلى سعر وصلت له كانت 43 قرش او 43 سنت ايا كان يعني. فانا عشان اجيب المتوسط بتاعهم اعمل ايه؟ عادي الطبيعي يعني الف ب حساب يعني، مجموعهم على عددهم، يعني هجمع دي زائد دي واقسمهم على 2 بالظبط كده، تمام؟ هعمل يساوي وافتح قوس واقوم دايس على العلامه دي على دي كده واقوم عامل زائد، تمام؟ بعد كده اقوم دايس على اللي جنبيها، بعد كده اقوم قافل قوس بالشكل ده واقسمها على 2 واقول يساوي، تمام؟ طلعت يعني مفيش ابسط من كده. مجموعهم على عددهم علشان تجيب المتوسط بتاعهم. انت لازم كميديا باير او عشان تمسك حسابات الشركه بتاعتك او شغلك لازم تبقى عارف بدايه الاكسل زي ما انا شغال معاك كده، تمام؟ ده اساسي. طب علشان اجيب الباقيين كلهم، قبل ما اجيب الباقيين كلهم بص ايه الخانه الفاضيه دي؟
ودي ايه الخانق، ودول ايه دول؟ ازاي ما لهمش سعر اصلا؟ طب دول كده امسحهم؟ لا ما امسحهمش ولا حاجه. طب هما ليه ما لهمش سعر؟ هقول لك ليه ما لهمش سعر. كلمه مثلا فستان ستان تفصيل دي مثلا يعني، ليه ملهاش سعر؟ ملهاش سعر ده معناها ان مفيش ولا مره حد كان بيسيرش بالكلمه دي وطلعت له فضغط عليه. طب معنى انه ما ضغطش عليها مبقاش ليها سعر؟ معناه ان ما اتحسب لهاش سعر. يعني لسوء حظ هذه الكلمه ان كل مره كانت بتظهر محدش كان بيكليك عليها، فبالتالي الالجوريزم او الخوارزميات بتاعت جوجل ما حسبت لهاش كلمه. تمام. طب ده معناه ان انا هسيبها فاضيه؟ لا طبعا ما تسيبهاش فاضيه، لازم نحسب لها سعر. خلينا كده نحسب بقيه الاسعار دي، واقول لك ازاي نحسب سعر للحاجات اللي هي اللي بصفر دي. لان انا لو سبتها بصفر وحطيتها عندي ككلمه وحد عمل سيرش عليها وضغط عليا، فانا في الحاله دي هدفع لها، وانا هنا مش حاسب لها ان هي ليها سعر، فكده البلان بتاعتي هتبوظ. يبقى انا ما ينفعش اسيبها ايه، ما ينفعش اسيبها فاضيه. فانا هاجي هنا بعد ما حسبت متوسط النقره لكل كلمه من الكلمات اللي عندي، واشوف اعلى حاجه فيهم واقل حاجه فيهم، واخد اللي في النص ما بينهم. يعني انت لو تلاحظ هنا تقريبا من 10 قروش لحد 30 قرش، يعني كلهم بيلعبوا في الحته دي. فانا هاخدها مثلا ان هي بايه، ب 20 قرش. ده كده متوسط انا بحطه تقريبي، عشان لو حد ضغط على الكلمه دي بعد ما احطها ما ينفعش تفضل بصفر. فهاجي في الخانات اللي هي بصفر دي واعمل اقول له ان هي ايه، بص احسبها لي ان هي ب 20 قرش بالشكل ده. تمام. وهكذا فيهم كلهم احط نفس الموضوع بالشكل ده كده زي ما انت ما شايف. وبعد كده اجي احسب المفروض كل كلمه في دول بيدفع فيها كام في الشهر. يعني انا مثلا عارف ان كلمه فستان دي بيتم البحث عليها كل شهر 50,000 مره، وتكلفه النقره الواحده عليها السعر اللي قدامك ده. طب انا عايز اعرف بقى يعني ال50,000 دول بيدفع فيهم كام. فما فيش، هضرب تكلفة النقرة الواحدة في عدد مرات البحث هيطلع لي يساوي، وبعد كده اضغط هنا في ال50,000 واقول له يساوي. دي معناها ان الكلمة دي بيتصرف عليها كل شهر 11,750 دولار. تمام في الكيس بتاعتي يعني. طيب علشان احسب بقيتهم دول كلهم بقف عليها بس كده واقوم شادد كده، فتتكرر العملية الحسابية نفسها فيهم كلهم. تمام. انا عايز اعرف بعد كده مجموع الكلمات دي كلها بيتم البحث عليها كتوتال كده، دول كلهم كام مرة، فبشدهم كده. تمام. واجي هنا اعمل اوتو سم، فده معناه ان الكلمات دي بيتم البحث عليها، خليها بس نلونها كده، معناها ان الكلمات دي بيتم البحث عليها 465 الف مرة في الشهر الواحد. طب بيدفع فيهم كام؟ خلينا نجمع دول برضو كده اوتو سم. ده معناه ان ال 465 الف عملية بحث دي بيدفع فيهم 88,800 دولار، او يعني جنيه، خلينا نفترض انها جنيه عشان تبقى ايه سهله في الكلام. تمام. طب انا عايز اعرف بقى نصيبي انا، يعني انا اكيد مش هدفع المبلغ ده كله 808، يعني المبلغ ده كبير جدا، واكيد برضو مش هاخد 465 الف عمليه ليا لوحدي. ليه؟ ده السوق كبير وفي منافسين ليا. طب احنا لو تفتكر من الفيديوهات اللي فاتت كنا قايلين ان الافريج سي تي ار او الكليك ثرو ريت الطبيعي بتاعنا بقى كام؟ كنا قايلينه تقريبا 5%. يعني انا ده معناه ان من الرقم ده انا نصيبي منهم 5%. ده الماركت شير بتاعي، الماركت شير بتاع الكليكات اللي انا هاخدها من العدد ده لما ابدا اعمل اعلان على الكلمات دي، ان الماركت شير بتاعي من الكلمات دي 5%. فابدا احسب كده اقول له الماركت شير بتاعي، فهبدا اضرب الرقم ده، اقول له كده يساوي الاول، ابدا اضرب الرقم ده تمام في 5%. تمام. اللي هي النسبه بتاعتي ايه من السوق. يبقى انا نصيبي من الرقم الكبير ده 23,250 كليكايه. تمام. خلينا نكتب قدامها ايه كليك كده عشان تبقى واضحه قدام عينينا. تمام. طيب انا من الرقم الكبير ده كله انا عايز اعرف متوسط الكليكايه الواحده هتقف عليا بكام من الكليكات دي كلها. قال لك مفيش، مش انت جبت توتال المبلغ اللي هيتصرف على الكليكس دي؟ قال لك اه. خلاص اقسم عدد الفلوس، اقسم توتال الفلوس اللي هو ده على توتال الرقم بتاع الكليكس. فهتقول له كده طب جميل قوي، احسب كده الاوكشن افريج سي بي سي، يعني متوسط تكلفه الكليكايه في المزاد. هنقوم مقسمين يا سيدي الرقم ده، بس نقول له هنا كده يساوي، ونقول له اقسم لي عدد الفلوس على ايه، على عدد الكليكات، واقول له يساوي كده بس توتال الفلوس على توتال الكليكات. وابدا اقرب الرقم ده علشان ما ينفعش الرقم ده يفضل كده عشان مش هيبقى واضح قدام العين، يعني قربه كده. تمام. يعني تقريبا ايه 20 قرش. يبقى انا دلوقتي تكلفة تقريبا متوسط تكلفة الكليكاية في المزاد ده كله 20 قرش للكليكاية الواحدة. واقوم قايل له هنا برضو ايه تمن العملة بتاعتي. انا مثلا العملة بتاعتي في الحساب هنا كانت ايه دولار، فهي هنا دلوقتي معناها انها ايه 20 سنت للكليكاية الواحدة.
طيب جميل، حلو قوي كده. يبقى انا كده عرفت ان انا في الشهر هيجي لي 23250 كليك، ومتوسط ثمن الكليكيه الواحده 20 قرش او 20 سنت. تمام. طب انا عايز اعرف بقى في الشهر كله هدفع كام. قال لك طب ماشي، ما بسيط. مش انت عندك عدد الكليكات وثمن الكليكيه الواحده، اضرب دي في دي. فانت هتقول له كده الميزانيه بتاعتك في الشهر او المانثلي بادجت بتساوي، ونقول له ايه، اضرب لي الرقم ده اللي هو عدد الكليكات بتاعتي كلها في الشهر في تكلفه الكليكيه الواحده، اقول له يساوي. يبقى انا معناها ان انا هدفع في الشهر كله 4440 في الحالة بتاعتي أنا عشان شغال بالدولار، 4440 دولار. تمام. طب ننزل تحت شوية. طيب جوجل أدز مش بيشتغل بالمانثلي بادجت مثلا، مش هقول له أنا خلال الشهر عايز كذا، ده بيشتغل بالديلي بادجت. يعني كل يوم هدفع قد إيه. طب أنا عايز أعرف كل يوم هدفع قد إيه. طب مش أنت عندك البادجت بتاعت الشهر كلها أو الميزانية بتاعت الشهر كلها؟ قال لك خلاص، يبقى هتعرف تدفع كام في اليوم. هقوم قاسمها على كام الديلي بادجت بتاعتي علشان احسبها. هقوم قاسم التكلفة الشهر كله. تمام. قول له يساوي كده، واقسم لي الرقم ده على 30.4 ايه 30.4 دي؟ قال لك والله لان انت بص عندك في ايام عدد شهور يعني بتبقى 31 يوم، فعلشان النتائج تبقى دقيقة والخطة تطلع مظبوطة فقال لك اقسمها على 30.4. تمام. طب انا دلوقتي عندي تكلفة اليوم الواحد. طب عايز اعرف هيجيلي كام كليكاية في اليوم الواحد، لان دي هتبقى تعتبر ايه، دي النتائج اللي انا بتابعها. لو النتائج دي بتطلع فعلا بعد ما عملت الكامبين وطلعت النتائج اللي انا حاسبها دلوقتي، فده معناه ان الخطة بتاعتي ماشية صح. فانا عايز اقول له ايه الكي بي ايز بتاعتي او النتائج بتاعتي بيجيلي كام كليكاية في اليوم. قال لك طب ما سهلة، طب ما انت اوريدي قول له كده يساوي انا معايا عدد الكليكات في الشهر اللي هي دي. تمام. هتقسمها على ايه برضو 30.4. تمام بالشكل ده، واقول له يساوي. ده كده ده معناه ان دي عدد الكليكات اللي هتجيلك في اليوم الواحد. خلينا نقربها كده. تمام. يعني انت تقريبا هيجيلك كل يوم 765 كليك. وخلينا نكتب الوحده بتاعتها كده عشان تبقى واضحه قدام عينك. طب اول حاجه ممكن تيجي في بالك ايه ده 146 دولار، يعني انت بتتكلم في 7000 جنيه في اليوم، ده كتير جدا. اقول لك والله يعني بص دي حاجه نسبيه. بس يعني انت ما ينفعش تقلل عن كده. تقول لي مثلا ما ينفعش احط مثلا 5000 جنيه. طب ما ينفعش احط 2000 جنيه، ما ينفعش احط 1000 جنيه ونفس الكلمات دي هو يديني يعني على قد. مش انت قلت لي هنا ان الكلمه تقريبا ب 20 قرش؟ طب خلاص احط له 1000 جنيه هو يديني ب 20 قرش، يشوف ال 1000 جنيه دول يجيبوا قد ايه ويديني بيهم. اقول لك لا والله مفيش الكلام ده. يعني الناس اللي داخله قدامك في المزاد بالكلمات دي، المزاد بتاعهم في اليوم الواحد ب 146 دولار، يعني سكه 7000 جنيه. هم جوه الناس دي بتزايد ب 7000 جنيه. انت هتخش ب 1000 جنيه، هيقول لك لا والله بص عندك حاجه اسمها ليميتد باي بادجت ومش هينفع تخش المزاد ده. تقول لي طب انا مديله 1000 يعني حاسبني على قد ال 1000. اقول لك والله جوجل مفيش حاجه اسمها كده. انت شوف الكلمات اللي انت واخدها بعد ما عملنا البلان بتاعتنا، بتقول لك ان الكلمات دي هتجيب لك تقريبا كل يوم 765 كليك، وهتدفع قصادهم تقريبا في حدود 7000 جنيه. ما ينفعش انت تقول لي طب دخلني ب 1000 جنيه، هي الكلمات دي بكذا. طب انا طب ده طلع غالي عليا، انا ما اقدرش انا ادفع المبلغ ده كل يوم. اقول لك والله ما فيش مشكله، امسح شويه كلمات لحد ما توصل للبادجت اللي انت عايزها، وهتلاقي الدنيا معاك ماشيه تمام. مش لازم تزايد على الكلمات كلها. هنيجي هنا مثلا قال لك الكلمه دي مثلا غاليه شويه، يعني خلينا نيجي هنا دي مثلا كانت ب 30 قرش. طب خلاص غاليه علينا امسحها. لما تيجي تمسح هنا اعمل ديليت كده، هتلاقي ايه كل الارقام عندك بتتغير. بص قلت هنا اهو. خلينا نمسح مثلا الكلمتين دول كده، ديليت اهو. هتلاقي الارقام عندك بتتغير، نزلت هو ال 112 دولار. بس خد بالك برضو عدد الكليكس عندك بتقل، نزلت ل 592 اهو. طب ده لسه كتير. 112 ده سكه 6000 جنيه، لا كتير عليا والله. طب بقول لك مفيش مشكله، نمسح شويه كمان اهو. امسح كده. والله هي دي قلت كمان، نزلت 90 دولار اهو. فانت عادي يعني حسب البودجت المتاحه معاك، حسب الكلمات اللي هتختارها. لو زودت في الكلمات هتلاقي البادجت بالنسبه لك هتبقى كبيره. عايز تخش ب 1000 جنيه، والله ده بص اقول لك على حاجه واحنا مع بعض اهو. انزلها لك ل 1000 جنيه، يعني امسح لي دول كده اهو، ديليت اهو. وهتنزل لك عادي ال 1000 جنيه 33 دولار، يعني تقريبا 1000 جنيه في اليوم. عادي مش يعني فاهم، حسب البادجت اللي معاك. خش اعمل مزايده على كلمات مناسبه للميزانيه اللي معاك. بس ما ينفعش تخش بعدد كلمات كبير وانت ما معكش بادجت تكفيهم. الناس اللي جوه في المزاد دي بتزايد ب 7000 جنيه، ما ينفعش تخش تقول له طب والنبي دخلني معاهم ب 1000. هم بيتكلموا ب 7000 جنيه. فشوف كلمات مناسبه للميزانيه بتاعتك. تمام كده جمعت. خلينا بقى نعمل ريكاب سريع كده. الشيت ده عامة يعني هسيبه لك، يعني هرفعه على الويب سايت بتاعي واسيب لكم اللينك بتاعه تحت عشان لو عايزين تاخدوه. اي رقم زي ما انا موريتكم كده بتغيروه
بيسمع على طول ويغير الارقام يعني. فانت ممكن تحط الكلمات بتاعتك هنا وتحط النتائج دي، وهتلاقي الشيت بيحسب لوحده. بس يعني الموضوع سهل زي ما انا وريتك قدامك كده، احسبها بنفسك عشان برضو تبقى عارف يعني. تمام. بس انا كده هرفعه لكم واحط اللينك بتاعه تحت صندوق الوصف. خلينا نعمل ريكاب سريع كده. الكلمات اهم حاجه عندنا تبقى الكلمات فيها ريليفنسي، الكلمات مشابهه لبعضها. ما ينفعش تجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، ما ينفعش تجيب فستان مع بنطلون في نفس الاد ست او نفس الاد جروب يعني. لازم يبقى الكلمات كلها متجانسه مع بعضها وليها علاقه باللاندنج بيج اللي العميل هيخش عليها. اول حاجه كده ريليفنسي. تاني حاجه السيرش فوليوم، لازم تختار الكلمات السيرش فوليوم بتاعها يبقى عالي. لو احنا بنحسب بالالوفات يبقى اي حاجه اقل من 1000 نمسحها، نحسب بالمئات يبقى اي كلمه اقل من 100 نمسحها، زي ما انا ما وريتك قدامك كده. وبتبدا تحسب متوسط ثمن الكلمه والتكلفه بتاعه الكلمه في الشهر. خلينا نلونها كده، انا عامه هلونه عشان يبقى شكله حلو وارفعه لكم يعني. تمام. بس وبعد كده تشوف الماركت شير بتاعك اللي هو قلنا ان هو بيبقى 5%، وتكلفة متوسط تقريبا تكلفة المزاد علينا هتبقى عاملة كام، والتكلفة اللي هندفعها في الشهر هتبقى عاملة كام، والميزانية اليومية اللي هندفعها في اليوم، والكي بي ايز او هيجي لنا في اليوم كام كليك. جميل كده. دي كانت نبذة كده سريعة عن او يعني ريكاب كده عن الحلقة كلها كنا بنتكلم فيها عن ايه. اخر حاجه بس عايز اقول لك عليها عشان ما انساهاش، ان الخطوات اللي احنا مشينا عليها دي لازم تتفصل على اساس البلد. يعني احنا مثلا هنا في مصر، انا الداتا دي جبتها كلها على اساس مصر. لو انت مثلا هتعمل اعلان في السعوديه، فانت لازم هنا بتيجي وتكتب مثلا ايه، سعودي او السعوديه اهو. تمام. نختارها كده وتشيل مصر، لان خد بالك الداتا هتختلف من بلد لبلد، لان عدد المواطنين بيختلف، طريقه السيرش بتاعتهم بتختلف. وتبدا تعمل هنا كده حفظ، هتلاقي الموضوع بيتغير خالص. تمام. فانت من اول هتبدا تلاقي فيه كلمات فستان مخمل دي، مش عارف يعني دي ممكن تكون كلمه بالنسبه لهم في السعوديه. هما بيكتبوا بالطريقه دي. وهتلاقي برضو تكلفه الكلمات زادت، لان انت نقلت البلد تانية. وهكذا لو هتروح الامارات برضو نفس الموضوع، وهتبدا تنزل الشيت من الاول وتمشي بنفس البروسيس اللي انا قلت لك عليها دي. فخد بالك من الحته دي، لما تدخل الكيوردز اللي انت عايزها لازم تغير البلد اللي انت هتستهدفها. اخر حاجه حاجه سريعه كده علشان برضو ابقى قلت لك كل حاجه. لو انت ما عندكش افكار كفايه تكتبها هنا زي كلمه فستان كده، فخليها برضو ناخد كلمه فستان ونكتبها هنا بره، وجبنا الموقع ده مثلا من موقع منافسين، فنضغط عليه كده ونجيب اللينك بتاعه بالشكل ده كده، ونيجي نقول له بص يا عم المنافس ده بتاعي، ده منافس ليا، وخد اللينك بتاعه، هات لي الكلمات المفتاحيه اللي هو بيستخدمها. فهيبدا يجيب لك الكلمات المفتاحيه اللي موجوده في المنافس ده. بس خد بالك ان مش كل الكلمات اللي عنده هتبقى مناسبه بالنسبه لك، لان ممكن مثلا وليكن في الحاله بتاعتنا دي هو حاطط كلمات مفتاحيه زي فستان سواريه، واحنا مش بنبيع فستان سواريه، فمش هينفع نستخدم الكلمات دي. احنا بس هنبدا ناخد الكلمات المناسبه لينا، زي مثلا متجر فساتين بنات، فالكلمه دي مثلا مناسبه بالنسبه لنا، فهناخدها كده ونبدا نحطها معانا ايه فوق كده عشان تطلع لنا نتائج اكتر. تمام كده. وتبدا بعد كده مع الوقت تمشي على البلان اللي انا قلت لك عليها خطوه بخطوه، لحد ما توصل لمرحله انك عارف تكلفه الكليكايه عليك هتبقى بكام، وهيجي لك كام كليكايه في اليوم، وهتصرف في اليوم قد ايه. وبعد ما تمشي على الخطه صح، خش معايا بقى في الفيديوهات اللي جايه عشان ننتقل من مرحله البلاننج والتخطيط لمرحله الامبلمنتيشن والتنفيذ، اللي هنبدا بقى نخلي الخطه دي حاجه على ارض الواقع نحقق بيها الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها، من ناحيه النتائج وعدد الكليكات اللي احنا عايزين ناخدها، او من ناحيه التكلفه اللي احنا هندفعها كل يوم. وكمل بعد كده في الفيديوهات اللي جايه كمان علشان نخش بقى في مرحله الاوبتمايزيشن، ونبدا نحسن كمان في نتائج الكامبين بتاعتنا. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، اسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل ليه علاقه باعلانات الموال على السوشيال ميديا او جوجل ادز، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك، اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكوا عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.